قرار انتقل طيب عاد. الى الكويت. دكتور فهد، يعني لماذا هذا الحماس السعودي الخليجي للتدخل في اليمن بهذا الشكل فيما لم يكن بهذا الشكل عندما حصل الرد المصري على ذبح 21 من المواطنين المصريين في ليبيا، وطالبت القاهرة في حينها بقوة عربية مشتركة لحسم الأوضاع في ليبيا والتدخل لضبط الوضع فيها؟ لماذا هنا يجوز وهناك لا يجوز؟ أعتقد أن المقارنة ليست مغاربة صحيحة بصراحة، لكن خليني أنا أقول لك لماذا مجلس التعاون وليس السعودية، لماذا العرب في مؤتمر الجامعة العربية أيدوا هذا التدخل. إحنا أحسن من رؤساء العرب كلهم؟ ما اعترض إلا دولتين، دولة حتى رئيس ما عندها اللي فيها الأخ وفيق، معطلين حتى انتخاب رئيس لهم. إحنا أحسن من الإجماع العربي. كل ما حاولنا أن نحصل على إجماع عربي تطلع لنا دولة أو دولتين بتعترض على الإجراءات. كل ما حاولنا أن نتقدم للأمام يطلع لنا واحد يأخرنا بالكلام العنتريات. اللي يريد يحارب إسرائيل ما يحاربها بأبناء العرب، هذه إسرائيل قدامه يروح يتقدم لها وحنا وراه. أمنا العنتريات هذه ما تفيد. الآن نأتي على سؤالك على اليمن. اليمن نحن حاربناها، جزء من شبه الجزيرة العربية، هو الجزء الغربي من شبه الجزيرة العربية. عدل ولا لا؟ هذه نقطة. النقطة الأخرى، الحوثيين صحيح جزء من المكون، ولكن إذا كان أحد المكونات عاصي عليك أنك أنت ترجعه، مش زي حزب الله بلبنان مسيطر على الدولة ومقادرة عليه الدولة مسكتهم كلهم. هذه رقم اثنين. رقم ثلاثة، احتلال الحكم بالسلاح وحجز الرئيس واحتجاز رئيس الوزراء، هذا منظومة عصابات وليست منظومة حكام أو ناس تريد أن تبحث عن البروسيس الديمقراطي. رقم أربعة، لنا حق نتدخل. مجلس الأمن 4 قرارات يثني على المبادرة الخليجية، بيانين رئاسيين يثني على المبادرة الخليجية. نحن من جعلنا علي عبد الله صالح يتنازل في الرياض ووفرنا له الحماية، والآن يخون ويقلب. دول مجلس التعاون الخليجي قدمت في سنة واحدة 6.2 بليون لليمن عشان تساعدهم، ما راحت حرضتهم وجندتهم وتحاول تخليهم يقتلون بعض. دول مجلس التعاون الخليجي بنت الجامعات، ما حطت قواعد الصواريخ في اليمن. نعم. دول مجلس التعاون الخليجي فيها 1 مليون يمني في السعودية يحول تحويلات، مش تتآمر وتدخل. اليمن بلد عربي وحنا عرب، ونحن أولى باليمن من الأعراب أو المستعربين أو من يؤيد الأجنبي. لذلك تدخلنا راح يكون في اليمن، وسوف نحافظ على اليمن، واللي مو عاجبه يبلط البحر. نعم. راح ندخل في اليمن وراح نرد الرئيس عبد ربه منصور هادي، وسوف يستقر اليمن. وسوريا نكست، سوريا جاية. نعم.